الجزء الثالث من هل الإسلام انتشر بالسيف ولا لأ؟ يلا بينا. وبعد استقرار الأوضاع في مصر ابتدى تفكير قادة الجيوش لفتح شمال أفريقيا اللي هي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر حاليا. معروف إن سكان شمال أفريقيا كانت قبائل أمازيغية، وبعض الناس بتفكر إن الغزوات دي كانت لأخذ ثروات البلاد دي. تسمع عن عهد الأمان؟ وده زي اللي عمله سيدنا عمرو بن العاص سنة 22 هجرية مع أهل مدينة البركة في ليبيا. الاتفاق كان الآتي: انتوا هتجمعوا الجزية مع نفسكم وابقوا بعتوها مع حد منكم. قمة الثقة في زمن أصلا ما كانش حد بيثق في أخوه. نعني بقى إن الناس دي التزمت بالعهد بتاعها عشان كانت خايفة من السيف، مش رضا منها وثقة متبادلة ما بين الاتنين. عشان نكون منصفين، مش كل حاجة كانت سلمية وعهود بس، كان في معارك ومعارك شديدة جدا، زي المعركة اللي حصلت في مدينة سبيطلة التونسية سنة 27 هجرية بين جيش المسلمين والروم، وقائدهم كان اسمه جرجير. جيش المسلمين تقريبا في حدود 20,000 بيواجه جيش الروم بقيادة جرجير 120,000. بالرغم من الفرق الكبير جدا ما بين الجيشين، الا ان جرجير حس ان الجيش بتاعه مهزوز، فحب ان هو يعمل له شويه موتيفيشن. قال لهم: اللي هيجيب لي راس قائد المسلمين هديله 100,000 دينار وهجوزه بنتي. ده انت رخيص. عشان سيدنا عبد الله بن الزبير تيجي في دماغه حته حيله قويه جدا، هياخد مجموعه من الفرسان ويستخبى بعيد عن مكان المعركه، وبعد ما الجيشين يخلصوا وكل جيش يبدا يرجع للمعسكر بتاعه، يطلع هو والمجموعه اللي معاه يدوروا الضرب في جيش الروم اللي طبعا راجع من معركة منهكة جدا. جرجير القائد بتاعهم اللي كان عارض بنته 100,000 دينار قتلوه في المعركة دي. بعد انتصار المسلمين بسبب حركة الذكاء القوية جدا دي، كانت دي بداية فتح كل بلاد الشمال أفريقيا. يبقى هل المسلمين استعبدوا الناس هناك؟ بالعكس تماما. لما تولى موسى بن النصير قيادة جيوش شمال أفريقيا، ما فرقش ما بين عربي وأمازيغي، لدرجة إن هو حط عينه على عسكري شاف إن هو هيطلع قائد كبير جدا هيقدر يستفيد بيه في المستقبل، فركز إن هو يعلمه ويدربه كويس، على الرغم إن الشخص ده أمازيغي مش عربي. مين هو القائد ده وإزاي قدر بجيش أغلب قوامه من الأمازيغ إن هو يغير تاريخ أوروبا وتاريخ المسلمين جميعا؟ ده اللي هنشوفه الحلقه الجايه. فلو عجبتك السلسله وحابب ان احنا نكمل، ما تنساش تدعمنا بلايك وفولو وشير. دعمك هو المقياس، سواء نكمل او نقف لحد كده.